الاهلي هو اللي بيبدا باول الفرص المؤكده، وعبد القادر بيلعب واحده رايقه لشريف اللي بيحطها في السما، مع انه كان ممكن يرجعها تاني لعبد القادر. لعيبه الاهلي كان باين عليها انها بتلعب بقتاليه كبيره وتدخلات عنيفه على لاعبي ريال مدريد. فالفيردي بيلعب عرضيه على رجل رودريجو وبتروح بره خالص، وفي مقوله بتقول حريف على حريف ما يلمش. بس هنا عبد القادر لم فينيسيوس وبيعرض كوره المتولي اللي بيريحها المنعم، بس في الاخر بتروح بره. وكوره تانيه كانت قريبه، والاهلي لحد دلوقتي مضيع جولين، بس فينيسيوس هنا بيخطف واحده من بتوعه وبيهرب وبيحط واحده جنب القائم بكام سنتي. حسين الشحات بذكريات العين الاماراتي امام ريال مدريد بيرقص كامافينجا وبيحط صاروخ بس لونين بيشيلها. الشحات بيرجع تاني ومبهدل كامافينجا في اليمين بس بتخرج بره. بعدها كوره سهله من فالفيردي في ايد الشناوي. الاهلي قال لك احنا خلاص ضاغطين وعاملين اداء حلو فيلا نغلب بقى. ودفاع الاهلي بيدي هديه لفينيسيوس اللي ما يسميش وبيحط لوب من فوق الشناوي. وريال مدريد بيتقدم على النادي الاهلي 1-0. ناتشو بيرجع تاني وبيحط واحده بعيده عن الشناوي، وبيخلص الشوط الاول اللي كله متعه واثاره واهداف كتير ضايعه من النادي الاهلي. وبنبدا الشوط الثاني لسه بنسنتر حرفيا، ومودريتش بيلعب اسيست عالمي ورودريجو بياخدها ويشوطها، بس الشناوي هنا بيصد. ودفاعات الاهلي حرفيا بتتفرج على فالفيردي وهو بيحط الهدف الثاني للريال، والنتيجه 2-1 لريال مدريد. الاهلي بيرد بكره خطيره بعد ما قفشه بيلعب واحده للشحات اللي بيحط واحده جنب القائم الشمال. وقله خبره لاعبي النادي الاهلي في المباريات اللي زي كده ضيعت كتير على النادي الاهلي. تاني واحده من شريف اللي ما بيعرفش يلعب براسه اصلا وبتروح بره. التالتة من شريف بس بتطول منه بطريقه غريبه. الشحات بيرجع تاني وبيلبس كامافينجا في ضربه جزاء، وبصراحه الشحات كان واكل عيش على قفاه. بيخش علي معلول وبيحط اولى اهداف النادي الاهلي، والنتيجه بتقرب، والاهلي لحد دلوقتي عامل اداء عالمي. ولو المباراه خلصت كده ما كانتش جماهير النادي الاهلي زعلت الزعل ده، لحد ما تيجي اغرب كره في المباراه وهدف التعادل بيضيع من قفشه اللي حرفيا ضيع كوره ما تضيعش. انا بصراحه مش عارف قفشه كان بيعمل ايه، كوره سهله قوي، ضربه ركنيه ومعلول بيلف واحده على راس طاهر والحارس بيتالق وبيشيل هدف، والاهلي حرفيا راح بكميه هجمات ما تضيعش. وهنا فينيسيوس بيجيب ضربه جزاء للريال علشان يخش ليها الامير لوكا مودريتش، بس الشناوي بيتالق ليها زي ما تالق لكوره كريم بنزيما امام الاتحاد. ولحد دلوقتي المباراه ممتعه لحد ما الحكم بيرفع 8 دقايق وقت محتسب بدل ضايع، وكانوا 8 دقايق كارثه على لاعبي النادي الاهلي ولاعبي ريال مدريد. جوه 18 الاهلي بتعمل اللي هي عاوزاه ومحدش بيضغط عليهم، ورودريجو بيسجل الثالث للريال. لعيبه الاهلي مش مدركه ان لما النتيجه تبقى 2-1 احسن بكتير من 3-1 في مباراه طبعا زي دي، وحاجه هتتكتب في التاريخ. كهربا بيحاول بس بيشوط واحده سهله في ايد الحارس، ونفس الاخطاء بتحصل تاني ومحدش برضه بيضغط جوه منطقه الجزاء. نتيجه لما تبص لها تحس ان الريال فشخ الاهلي حرفيا، بس لما تيجي تبص لاحداث المباراه